ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا مصطفى شريف، والنهارده جاي احكي لكم قصه حلوه جدا 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 قريتها في كتاب The Personal MBA. القصه دي بتتكلم على كونسبت اسمه sufficiency او الاكتفاء. هحكي لكم القصه دي، يعني هحاول اقراها كده واشرحها ببساطه، وبعد ما اقرا لكم القصه هقول لكم تعليقي عليها وانا استفدت منها ايه شخصيا، وبرضو كل واحد فيكم في الكومنتس يقول لي هو استفاد ايه من القصه عشان ناخد اكبر فاليو من القصه وكل واحد شافها ازاي يعني. خلينا نقراها كده مع بعض. بيقول لك كان في واحد اكزيكيوتيف او سي اي او اخد اجازه من شغله من اول 15 سنه. يعني بعد 15 سنه شغل، الاكزيكيوتيف ده او السي اي او ده هو كان في شركه كبيره في امريكا. خد اول اجازه ليه، اول اجازه بعد 15 سنه شغل. فالمهم راح قريه صغيره فيها صيادين وكده. فقابل صياد كان بيركن البوت بتاعته او القارب بتاعه، وبينزل السمك اللي هو اصطاده. فبيقول للصياد: ما شاء الله، يعني السمك اللي انت جايبه ده كبير جدا، خد منك وقت قد ايه عشان تصطاده؟ قال له: ما خدش مني وقت كتير. فقال له: طب انت ليه ما قعدتش وقت اكتر يعني عشان تصطاد سمك اكتر وكده؟ قال له: هو ده كفايه لعيلتي، يعني انا عيلتي بتاكل القدر ده بس من السمك. فالراجل الاكزيكتيف قال له: طب انت بتعمل ايه في باقي وقتك في يومك؟ يعني انت بتصطاد شويه صغيرين، بتعمل ايه في باقي الوقت؟ فالمهم رد عليه الفيشرمان قال له: انا بنام متاخر، بصطاد شويه صغيرين، بلعب مع اولادي، باكل مع مراتي واتمشى معاها، بقعد على الشط بالليل، وبلعب جدار مع اصحابي. ده يومي زحمه جدا يعني. الفيشرمان بيرد عليه بكل تلقائيه. فالراجل السي او قال له: طيب بص، قال له: انا راجل اخد ام بي اي من جامعه هارفارد، وانا شايف ان انت المفروض يعني تقعد وقت اكتر تصطاد عشان تبدا تزود العدد اللي انت بتصطاده، وتبدا تشتري سفينة أكبر أو بوت أكبر تقدر تصطاد بيها. وبعد كده بقى ما تديش السمك بتاعك لحد ميدل مان أو حد اللي هو يعني تاجر جملة، وهو التاجر جملة هو يبيع. قال له: لأ، أنت ابدأ بيع على طول للإند كونسيومر أو للعميل بتاعك على طول، واعمل بقى ديستريبيوشن سنتر. ولازم تروح بقى العاصمة، ما ينفعش تفضل قاعد في مدينة صغيرة، وابني بقى فيها مركز توزيع كبير، وبعد كده اعمل مصنع. في خلال الجيرني دي كلها تكون جبت ناس كتيرة جدا تشتغل معاك وشركتك تكبر والكلام ده كله. فالصياد سكت شوية كده وقال له: طيب هياخد وقت قد ايه الموضوع ده؟ قال له: 15 20 سنة، ماكسيمم 25 سنة. قال له: طيب وبعدين؟ فالاكزيكيوتيف ضحك كده وقال له: بعدين ده احسن جزء في القصة. خلاص بقى انت تقدر تبيع الشركة بتاعتك على الستوك ماركت، وتقدر تعمل ملايين من الحصص اللي انت بتبيعها. فالصياد سكت وقال له: طيب وبعدين؟ فالراجل السي او سكت شوية كده وفكر وقال له: بعد كده بقى تقدر ان انت تقعد مع اطفالك وتلعب معاهم، وتصطاد شوية وتنام متأخر وتاكل مع مراتك، وتتمشى في القرية بتاعتك، وتقعد بالليل مع اصحابك تشرب معاهم شاي والكلام ده كله. وبعد ما الاكزيكيوتيف خلص كلامه، ايكون ان هو ايه الهدف من كل اللي هو بيعمله ده، او ايه الهدف من كل اللي هو شرحه للفيشرمان ده. والسي او بعد ما رجع من الاجازه اللي كان فيها استقال من وظيفته. طيب، ايه الشاهد من القصه دي، او ايه الحاجه اللي انا عايز اتكلم فيها في القصه دي يعني الحاجه اللي انا شفتها ان احنا دايما مثلا انا ببقى قاعد على يوتيوب مثلا او على تيك توك او على اي حاجه، بشوف ناس بتقولك: يلا نعمل 10,000 دولار في الشهر، تعال اعلمك ازاي تعمل مش عارف 1000 دولار في اليوم، ازاي تعمل 300 دولار في اليوم. طيب، هو ايه الهدف من ده؟ ليه الناس دي قالت 300 دولار، وليه قالوا 1000 دولار، وليه قالوا 10,000 دولار؟ ليه الارقام مش بيزد عليا انا؟ ليه انا ما اختارش الحاجه الكافيه بالنسبه لي؟ انا عايز اعمل الرقم المعين ده في الشهر عشان اعيش عيلتي في الطبقه المعينه دي، واعلم اولادي في المدارس دي، او اعلمهم في الجامعات دي، او ايا كانت الطريقه اللي انا عايز اعيشهم بيها. مش عايز ادخلهم جامعات، فانا مش محتاج الفلوس دي. ايا كانت الطريقه اللي انت عايز تعيش بيها حياتك، تشوف ايه الكافي بالنسبه لك، وتبدا تشوف هحققه ازاي. ايا كان بقى ببزنس، بوظيفة، باستثمارات، ايا كان اللي انت تعمله، بس انت بتحدد لنفسك الكافي ليك انت. مش عايش طول الوقت انت عايز تكبر بلا هدف. انا عايز اعمل 100,000 دولار، انا عايز اعمل 10,000 دولار، انا عايز اعمل. طب وبعدين؟ يعني طول ما انت عايش تعمل فلوس، فالفلوس في حد ذاتها مش هي الهدف. هو الهدف ان انت تقدم قيمة للناس، او ان انت بتحل مشاكل للناس من خلال البيزنسز اللي انت بتعملها. فلو انت باني بيزنس او بتتعلم سكيل عشان انت عايز تعمل منها فلوس وخلاص،
فهتوصل لفلوس، مش بقولك مش توصل، هتوصل لفلوس اللي انت عايز تعملها، بس برضه هتحس ان انت فاضي من جواك، برضه مش هتحس بالاحساس اللي انت عايز تحسه. دايما احنا بنجري ورا الحاجات، واول ما نوصل لها اللي بعده. مش وحش الطموح، كويس وبيخليك شخص مهتم بنفسك ومركز مع نفسك طول الوقت، بس الطموح الصح، مش الطموح اللي الهدف بتاعه فلوس او هدف بتاعه مادة. نرجع تاني لموضوع sufficiency. لازم يبقى هدفك في حتة الفلوس محسوب. طيب انا عايز اعمل 10,000 دولار في الشهر. قول لي هتحرك ال10,000 دولار دول ازاي بعد ما تعملهم؟ انت عملتهم شهريا، شهريا بيخش لك 10,000 دولار، هتحركهم ازاي؟ هيروحوا فين؟ وبعد ما تحسب الحسبة دي، هل الكلام ده اوفر، ولا انا فعلا عايز اعمل الرقم ده عشان انا محتاج اصرف الفلوس دي، او محتاج اعيش العيشة دي؟ عشان لو معيشتش العيشة دي مش هبقى مبسوط ومش هبقى مرتاح. وجاوب على نفسك وخليك صريح مع نفسك. انت كل الكلام ده بينك وبين نفسك، محدش رقيب عليك. خليك صريح مع نفسك. هل انت محتاج الكلام ده فعلا؟ هل انت عايز فعلا تشتغل شغل في الشهر عشان تعمل 10,000 دولار؟ والشغل ده مش هيكون بسيط، مش هيكون سهل. على الأقل تشتغل من 12 ل 16 ساعة في اليوم على هاي انكم سكيل، وتعمل اونبوردنج لكلاينت وتقدم الخدمة ليهم. والكلام ده ممكن ياخدك من أهلك، وممكن ياخدك من صحابك، وممكن ياخدك من حياتك خالص. هل انت عايز تضحي بالكلام ده كله؟ ده قرارك. ممكن يكون ما عنديش أي مشكلة، مش بقولك على حاجة صح وحاجة غلط، ده قرارك. هل انت عايز تضحي بالجزء ده كله وتعيش في الحياة لوحدك الفترة بتاعت ال5 سنين أو ال3 سنين اللي انت بتبني فيهم نفسك لوحدك خالص عشان توصل للمرحلة دي؟ كل ده قرارك. شخص تاني عايز يوازن، عايز يبقى بدل ما يعمل 10,000 دولار، لأ هو يعمل الحاجة السفشنت ليه، إن هو يعيش كويس، يستثمر، يتعلم، يعيش عيلته في عيشة كويسة، كل الكلام اللطيف ده. وفي نفس الوقت يكون بيعمل برضو الأجزاء الحياة، يعني عايش حياته، بيتمرن، مهتم بصحته، مهتم بأكله، بيخش يطبخ لنفسه، بيقعد مع مراته، بيقعد مع عيلته، يعني في كل الأجزاء اللي في الحياة عموما. ففي الأول في الآخر، عشان ألخص الموضوع كله، في الأول في الآخر هو قرارك أنت، بس عايزك أنت اللي تاخده. ما تكسلش إن أنت تفكر فيه وتحسب الموضوع لنفسك، عشان هتلاقي نفسك بيتاخد لك قرارات. هتلاقي نفسك بيتقالك أنت اللي يكفيك في الشهر 50,000 جنيه، انت اللي يكفيك في شهر 4,000 دولار، انت محتاج تعمل 10,000 دولار في الشهر. لو انت ما خدتش القرار لنفسك وحسبته لنفسك، هتلاقي القرار بيتاخد لك. يعني هو الموضوع مش هتعيش من غير قرار، هتلاقي القرار بيتاخد لك. فحاول دايما ان انت تفكر ايه الحاجة الكافية ليك والسفشنت ليك، وانت هتكون مرضي نفسيا وانت عايش بيها. او المبلغ ده انا هكون مرضي نفسيا وانا عايش بيه، وانا بعمله وبستثمره، وبستثمر منه، وبحوش منه، وبطلع حاجة في سبيل الله منه، وباكل واشرب منه، وبصرف على اللكجريز منه. كل الكلام ده انا هبقى sufficient كده. خلاص هبدأ بقى اسعى ان انا اعمل المبلغ اللي انا اخترته لنفسي، اللي انا حددته لنفسي ان انا عايز اعمله. محدش خد لي قرار وقال لي اصل هو معدل المرتبات في الوظيفة دي كذا. خلاص انا مش عايز اعمل الرقم ده. الرقم ده قليل عليا او كتير عليا، مش عايز اتحط تحت البريشر ده عشان اعمل الرقم ده، مش محتاجه. فتبدأ ان انت تقرر لنفسك وتحط لنفسك انت عايز توصل لايه. وخد المبدأ ده، مش مبدأ sufficiency، مبدأ ان انت تقرر لنفسك في كل حاجة في حياتك. لو ما قررتش انت عايز تشتغل في ايه، صدقني هتلاقي القرار بيتاخد لك. هتلاقي نفسك بتدخل جامعة انت ما كنتش بتفكر فيها، وبتتوظف في وظيفة انت ما كنتش بتفكر فيها. كل الكلام ده عشان تأجلت القرار اللي انت عايز تاخده، ما حطيتش خطة للقرار اللي انت عايز تاخده. ممكن تحط خطة وما تحققش، بس في الاول وفي الاخر انت عملت اللي عليك، وربنا هيجازيك على ده. ربنا وفقك في حاجة انت ما كنتش مخطط لها، بس انت كنت مخطط. انت عملت اللي عليك، انت اخترت وحاولت في الاختيار ده وما توفقتش فيه، وربنا اكرمك بحاجة تانية الخير فيها. بس في الاول وفي الاخر انت حطيت لنفسك خطة وما حصلتش. على عكس واحد تايه في حياته، مش عارف هو عايز ايه، خايف ياخد قرار عشان ما يتحملش مسؤوليته، فالدنيا بقى بتاخده ايه في كل ناحية كده، وتاخد له هي القرارات، وهو يعيش في دور الضحية، يقولك اصل انا مش انا اللي اخترت ده، انا عمري ما اخترت حاجه في حياتي. عشان انت عمرك ما كنت عايز تتحمل مسؤوليه ان انت عايز تختار حاجه في حياتك. كل الكلام ده على كتفك انت للاسف، يعني بالذات كرجاله. ولو في برضه بنات بتتفرج، فانا حاسس ان الموضوع في اخر فتره دي بقى عليهم مسؤوليات شبه المسؤوليات اللي علينا. بس في الاول وفي الاخر احنا كرجاله بالذات، ما حدش هيجي يقولك امشي في الاتجاه ده.
اعمل كذا. ولو جه قالك كده صدقني انت مش هتبقى مبسوط وانت ماشي في الاتجاه ده، هتبقى حاسس ان انت ما عملتش حاجه بنفسك، حد خد لك قرارك، حد قالك تعمل ايه، مش هتبقى عايش الرجوله اللي انت نفسك تعيش، او الرجوله اللي انت بتحسها لما تاخد قرار وتتحمل التبعات بتاعته او الكونسيكونسز بتاعته. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. قولوا لي انتوا استفدتوا ايه من القصه بتاعت النهارده، وشايفين ايه في كل الكلام اللي انا بقوله صح او غلط. ولو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك، ولو حد ممكن يستفاد منه اعملوا له شير ليه، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب. شكرا جدا ليكم، واستنوني في الفيديوز اللي جايه.